صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. النهارده عملنا السمك البوري القمر الجميل ده مشوي، سمك مشوي، وده طبق السلطه الجميل والراعي الرسمي طبعا اللي طبعا دايما على معانا على الفطار دايما او في اي يوم عادي. طبعا ده الخضار تبعنا، والبابا غنوج الجميل ده، وعصير المانجا على الفراوله، وزي ما قدام كده يا حبايبي ده فطارنا النهارده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف السمك ده والرز ده اتعمل ازاي. يلا يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي، معانا بقى السمك البوري ده كيلو ونص سمك. بسم الله ما شاء الله. اول حاجه كده هنفضيه في الحوض. احنا كده حطيناه في الحوض، هنغسله بقى طبعا. اهم حاجه هنغسل خياشيمه. طبعا انا بصور بايد وبغسل بايد. خياشيمه كده تتغسل تتفتح. انا طبعا هصور بس اول واحده وياكم، وبعد كده لان ده لازم الخياشيم تتغسل. اي حاجات وحشه، دم، طين، اي حاجه لازم تطلع منها. واهم حاجه كمان هنحط بس الحنفيه شويه في بقه. بعد ما تغسلي الخياشيم لما تفتحي بقه كده، تفتحي بقه كده ونزلي فيها ميه. الميه بتنزل من الخياشيم عادي، تنضف لك كل اللي في الخياشيم. بعد ما تغسلي الخياشيم لو فيها حاجه هتنزل مع فتحان بقه كده تحت الميه. الخياشيم هتنزل اي حاجه وحشه. شايفين الخياشيم؟ سمك طازه بسم الله ما شاء الله، حي جميل ما شاء الله. انا بقى هغسله كده ونرجع تاني مع بعضنا. احنا كده بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، غسلنا السمك غسله كويسه، وزي ما قلت لكم نغسله كويس من خياشيمه. تمام. احنا عملنا السلطه وسيبناها كده على جنب. معانا بقى البتنجان، معانا 2 بتنجان كده، حبايتين بتنجان بالسكينه كده. هنخرمهم كده بالسكينه. تمام. عشان طبعا ما يفرقوش معانا في الفرن، يبوظوا لنا الفرن ويبوظوا لنا وشنا او حاجه لا سمح الله. احنا كده هنطلع عند الفرن. الرز هسويه بعد ما انزل من عند الفرن واشوي السمك. التتبيله بتاعته هنعملها برده مع بعضنا. احنا كده هنعمل التتبيله. معانا حوالي 4 معالق ملح. هناخد لهم كده معلقه بهارات مشكله. تمام. هناخد لهم كده معلقتين هريسه شطه. حابه تحط معلقه واحده انت براحتك. هناخد كده معانا بشر جزر، جزريه مبشوره او نص جزرايه. تمام. مع بعضنا واحده بواحده. هناخد كده شويه خل، حوالي فنجان صغير خل. الخل بيخلي السمك جميل جدا. معانا بقى شويه خضره، شبت على كزبره. وهبدا معايا كوبايه ميه. حط كوبايه ميه واحده او نص كوبايه. تمام. احنا مش عايزين نغرق الدنيا ميه. طبعا هو البوري كبير بسم الله ما شاء الله، فعشان كده انا حطيت كوبايه ميه. معانا ليمونه هنعصرها طبعا، اهم حاجه الليمون طبعا عشان ما تلاقيش فيه ريحه زفاره. والخل كمان مهم جدا في تتبيله السمك. تتبيله السمك دي السمك المشوي الصغير، المشوي السمك البوري الكبير، السمك البلطي الكبير، السمك الصغير البلطي، البوري الصغير، اي تتبيله سمك. التتبيله اللي هتشويها هي التتبيله الجميله دي. نقلبها بقى، ندوب الملح كويس عشان طبعا لما نحط الخلطه الجميله القمر ديت على السمك تدي نكهه جميله وطعم جميل كده، والملح كده يبقى دايب دوب كده، والسمكه تاخد من الملح كده وتبقى طعمها جميل. تمام كده. يبقى احنا الخطوات بتاعتنا دي تتبيله السمك تبعي اللي انا بعملها في اي سمك مشوي يا حبايبي. ما عندكش جزر عادي، ما عندكش خضره عادي، هتكتفي بهريسه الشطه وشويه البهارات المشكله ضروري جدا، والخل والملح وخلاص، والليمونه وبس. تمام كده. نطلع بقى على السطح بقى ونشوف الدنيا فيها ايه. معانا السميد حاطينه في العلبه. معانا السمك بتاعنا الجميل بسم الله ما شاء الله. هبدا كده ان انا احط عليه سميد، اغمره كده بالسميد طبعا قبل ما يدخل الفرن. دي الحركه دي مهمه جدا، الرده او السميد زي ما بتسميه عندك في بلدك. واحده كمان اهو قدامكم. انا العلبه دي على طول موجوده عند الفرن، اخلصها اجيب غيرها. طبعا احنا مولعين الفرن اهوت يسخن. طبعا انا كنت قافلاه كده، هسيبه يسخن شويه عشان طبعا لو انا حطيته والفرن بارد السمك هينشف معايا. ناخد بالنا من الحاجات دي. السمك هيدخل على فرن سخن قوي علشان ما يغيبش معاك في الفرن ويطلع بسرعه، ويبقى معاك لحمه السمك تلاقيها بيضه وتلاقيها طريه كده تتقشر بسهوله. هبدا ان انا احط البتنجان. طبعا البتنجان مش بياخد حاجه اصلا. تمام. هخليهم كده وبعد كده هحط السمك كده. هحط السمك كده. طبعا ارسل السمك على المطرحه. طبعا نسيت اقول لكم انا بحب ان انا ارص السمك على المطرحه وبشويش بقى كده. ما ينفعش ان انا اقلب السمك من عند بطنها، ناخد بالنا، لان انت لو قلبتيها من عند بطنها المراره اللي فيها هتفرقع، مش هتمرر السمك. طبعا ناخد بالنا واحنا بنعمله كده او احنا بنقلب. انا بقى هقفل الفرن وهشوف بعد شويه كده نرجع مع بعض. هنفتح الفرن. السمك بتاعنا بسم الله ما شاء الله، شايفين جماله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا كده هبدا كده من عند راسه، هقلبه بقى كده، هقلبه على الجنب التاني من عند راسي يا حبايبي اهو. ثانيه اهي، مش من عند بطنها
عشان طبعا المراره مش تفرقع. انا طبعا كده قلبته وعدلته وظبطته بقى، اقفل بقى كده الفرن عليه علشان ينضج شويه. طبعا البتنجان استوى معانا، ناخد بالنا. انا طبعا معايا كيس جلاه ميه عشان طبعا البتنجان لما يدخل فيه ما يخرمش الكيس، والكيس ده يعرق البتنجان ويخليه القشره تبعه تطلع منه على طول. احنا كده السمك بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. انا هبدا بقى ان انا كده اجيبه كده على الباب سنه، وهبدا ان انا اهده الفرن. احنا كده السمك معانا عمل خلاص، بس عشان الراس طبعا ما تبقاش فيها دم انا هحط في الفرن خالص، وهسيبه شويه كده في صهد الفرن في سخونيه الفرن. طبعا انا طفيت الفرن خالص من فوق من تحت ومن كل مكان، تمام كده. وهقفل عليه سنه كده حوالي دقيقتين او 3 عشان طبعا ما تلاقيش دم في الخياشيم تبعه او في الراس تبع السمك. ضروري جدا تقفلي الباب عليه كده بعد ما يطفي الفرن خالص، بياخد سخونيه شويه يمنع الدم خالص ما تلاقيش، لان السمك ده بسم الله ما شاء الله دسم وكبير، فمنع ان تلاقي دم فيه. لازم الحركه تطفي الفرن وتجيبيه على باب الفرن على اول الحديده او العرصه بتاعه الفرن، وبعد كده تسيبيه بقى كده راسه لما جوه الفرن بس 5 دقايق كده وتروحي مطلع. وحطينا نص الخلطه في القارب كده في الكيس عشان خاطر لما نطلع البوري وهو سخن ما يخرمش الكيس ويكون فيه سوائل تحافظ على الكيس ما يتخرمش، تمام. وهنطلع بقى البوري وبعد كده هنحط بقيه السوائل اللي احنا عاملينها. هنبدا بقى نحط باقي الخلطه على السمك. الخلطه دي جميله قوي. ممكن في ناس بتقطع طماطم، بس انا بناتي مش بيحبوا الطماطم عليه، هي تحب السلطه كده جنبه كده، تمام. هنغطيه بقى. احنا كده حطيناه في الكيس ربطناه، كل 5 دقايق هنقلبه على الجنب التاني علشان طبعا الفوقاني يتشرب من السوائل اللي احنا عاملينها، الخلطه اللي احنا عاملينها التتبيله، هيبقى طعمه جميل. ربع ساعه بكتيره هتلاقيه متملح بسم الله ما شاء الله. يعني اعمليه قبل غداكي بنص ساعه او بساعه الا ربع، اعمليه قبل افطارك في رمضان قبل المغرب بنص ساعه، هيتبل وهيبقى جميل جدا. نرجع لكم بقى ان شاء الله. واحنا بنقلب الزيت طبعا كنت انا عامله فيها سمنه بلدي، فانا قلت بقى ايه كنت عامله فيها زبده، والزبده طلعتها سمنه طبعا، فقلت مكانها كده بقى هعمل منها عشان الرز يبقى ايه ريحته حلوه وجميله بالسمنه البلدي كده. حطيت شويه زيت وبعد كده صفيت الرز وخدت شويه رز كده قيمه 4 معالق رز، نقلبهم بقى تقليب مستمر كانك بتعملي رز بشعريه، كانك بتحمري شعريه، تمام. اهم حاجه الرز مع الزيت تقليب مستمر عشان بيطلع لون واحد وتكون حبات الرز كده اصفر ذهبي وجميل. انا عايزاه اللون ده. هبدا بقى ان انا احط الرز. الشوربه الحلوه الرز طعمه جميل وريحته حلوه وريحته جميله. شويه الفلفل الاسود بقى بالبهارات طبعا احنا عاملينها سوا مع بعضنا. الفلفل الاسود بقى المكونات بتاعته ونقلب بقى. هنحط معلقه ملح، هي معلقه ونص طبعا عشان طبعا كنت مليانه خليها هرميه. ونجيب الميه، نحط الميه بقى بتاعت الرز. ما تحطش ميه، لو احتاج ميه هنزود له واحنا بنقدي عليه النار عشان طبعا ما يطلعش معجن معاك. انا كده ميته مظبوطه بسم الله ما شاء الله. الرز كان منقوع عندي وانا مقلله الميه، فهسيبه بقى كده يستوي وبعد كده هنهدي عليه النار لما يشرب ميته، وبعد كده نرجع لكم بقى في الاخر يا حبايبي. بصوا ما اقولكوش على شويه الفلفل الاسود دول بيخلوا الرز تبعك سواء شعريه رز بشعريه سواء رز مفلفل بيخليها ريحته جميله وطعمه جميل قوي. جربوها بنفس الطريقه كده. الرز بسم الله ما شاء الله شرب ميته. انا طبعا ههدي عليه النار بقى واسيبه براحته بقى يستوي حبايبي. كمل سواه. نحتاج ميه هتزودي، ما احتاجش ميه خلاص هتهدي النار. وناخد بالنا مش كتره الميه اللي هتسوي الرز، لا اللي هتعجنه، فناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي بتفرق كتير معانا. احنا الرز تبعنا بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، مفرفر وجميل وقمر، والريحه بقى ما اقولكوش ما شاء الله. هقول لكم بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هتلاقوا بقى الاكل وسفره الاكل بسم الله ما شاء الله. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.